يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. يمكن أنا آخر حدا جرب الترند، بس رح شارككم تجربتي. بطنجرة حطيت 2.5 كوب من الحليب السائل، ورح استخدم الملاعق المعيارية لحتى أعير النشا والطحين. حطيت ملعقتين ممسوحين من النشا وملعقتين ممسوحين من الطحين. طبعا إذا بدكم تستخدموا الملعقة العادية وتعبوها كتير قللوا الكمية، 1.5 ملعقة يعني. حطيت عليهم ملعقتين من السكر، خلطتهم مع بعضهم على البارد. ضفت عليهم صفار بيضة مع نص ملعقة صغيرة من الفانيليا. بس اختلطت كل المكونات ولعت النار وضليت عم حرك على نار هادية لحتى بلشت تغلي. وهيدا قوامها مثل ما شايفين، منا شديد كتير ومنا رخوة. طفيت تحت النار، وبصينية فرن ما بتلزق أو بمقلاية مثل ما بدكن حطيت ملعقتين من السكر، طبعا ملعقتين ممسوحين بالملعقة المعيارية. خففت النار تحتهم ومن دون تحريك نطرتهم لحتى تكرمل السكر، وبعدين ضفت عليهم تقريبا كوب من الخليط، حركتهم مع بعضهم وكملت باقي كمية الخليط. تركتهم يغلوا على نار هادية مدة 6 دقائق، ومن بعد هيك بكون نشف وجهها. بتركها بحرارة الغرفة لحتى تبرد، وبعدين بدخلها على البراد مدة ساعة أقل شي قبل التقديم. أنا استخدمت صينية واسعة مش المقلاية، لأنه كل ما كانت رقيقة كل ما لفت معنا بسهولة. شوفوا أول ما بلشت لفها وبعدين كيف سحبت. طبعا مثل أول قطعة حلو بنشيلها من الصينية ما بتطلع معنا مثل ما لازم، بس بعدين بيمشي الحال. سهلة كتير، تستاهل التجربة، ما بتاخد معنا وقت وشغل، بس مش أكتر بدها وقتها بالبراد. وطيبة، بتشبه طعمة الكريم باتيسير على هيك شي طيب مكرمل يعني. زينت الوجه بالفستق الحلبي ورشة صغيرة من الورد. وهيدي كانت تجربتي مع الكازانديبي أو الحلو التركي الشهير اللي طلع ترند هالكم يوم. ألف صحة وهنا، بشوفكم فيديو جديد قريباً.